بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إذا المرء لم يلبس من ثياب التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال العبد لا إله إلا الله وخرجت من قلبه واجتازت السبع الطباق فإنها تستقر تحت عرش الرحمن جل جلاله، فيقول لها الله تبارك وتعالى: اثبتي يا لا إله إلا الله، اثبتي اهدئي يا لا إله إلا الله. فتقول: يا ربي وعزتك وجلالك لا أثبت حتى تغفر لقائلي. قولوا لا إله إلا الله. وعزتك وجلالك لا أثبت حتى تغفر لقائلي. فيقول لها الله عز وجل: وعزتي وجلالي ما أجريتها على لسانه إلا وقد غفرت له. ما أجريتها على لسانه إلا وقد غفرت له. يا إلهي، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته ربي بعفوك كان عفوك أعظما. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الجفاء كل الجفاء، الجفاء كل الجفاء، أي قسوة القلب والكفر والنفاق لمن سمع منادي الله ينادي للصلاة فلم يجيب. لمن سمع منادي الله ينادي للصلاة فلم يجيب. أما بعد أيها السادة، وصلنا في رحلة الهجرة النبوية حيث وصول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي نورت وسط عنورها بسيدنا محمد. جاءت الراحلة واستقرت في بيت الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل. لماذا؟ لأن الراحلة الموجهة
من الله استقرت في بيت أبي أيوب. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب الأنصاري. وما أعظم هذه الضيافة، وما أجل هذا الضيف، وما أكرم هذا الضيف على الله جل جلاله. فأسكنه أبو أيوب رضي الله عنه في الطابق العلوي لهذا البيت. سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري لمدة أسبوعين. وبعدها قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل وأن يصنع حدثا فارقا في التاريخ، ألا وهو بناء المسجد. بناء المسجد النبوي، هذا المسجد الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الذي تعدل فيه الصلاة 1000 صلاة. كل صلاة في مسجد رسول الله ب1000 صلاة فيما سواه. أسبوعين فقط من تلك الرحلة التي شابه العناء، والتي جاءت بعد 13 عاما من التعذيب والاضطهاد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المسجد. لماذا أيها السادة؟ ما تساءلتم يوما أسبوعان فقط؟ أليس من باب أولى أن يستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم من عناء الهجرة، من عناء مكة الذي دام 13 سنة؟ أليس من باب أولى أن يستريح شهرا أو شهرين؟ لا أيها السادة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس منارة الإسلام، أراد أن يؤسس المكان الذي يتخرج منه المجاهدين، المكان الذي يتخرج منه القادة والعلماء، المكان الذي هو مستراح الروح، والذي هو مهوى الفؤاد والقلب. إذا دخلت إلى بيت الله تتداوى أوجاعك، إذا دخلت إلى بيت الله تتشافى أمراضك وتشفى أسقامك. إذا دخلت إلى بيت الله يتطبب قلبك وبدنك وروحك. ويا حسرتي على أناس، وكيف يشعر أناس لا يدخلون بيوت الله عز وجل إلا في الأسبوع مرة. إذا مرض هذا الإنسان مرض الروح، مرض الفؤاد، إلى أين يذهب؟ إلى أين تذهب أيها الأخ الكريم إذا لم تدخل إلى بيت الله وتصلي ركعتين بينك وبين الله عز وجل، وتناجي الله في محراب العبودية أو في ركن من أركان المسجد؟ إلى أين تذهب؟ الحبيب الأعظم أراد أن يختار مكان المسجد، فنظر إلى قطعة من الأرض وجدها مناسبة، وهي المكان الذي أسس فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه القطعة من الأرض لغلامين يتيمين من بني النجار، وكانت مربد تمر، أي مكان يجفف فيه التمر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار. وبني النجار أيها السادة هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. دعاهم إليه فجاء 10 رجال من بني النجار، وقد تقلدوا سيوفهم وكأنهم يقولون: أرواحنا ودماؤنا وأموالنا فداء لك يا رسول الله. فسألهم عن هذا المكان، قالوا: هذا لغلامين يتيمين.
فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أولا ساومهما على السعر فقال له إنا نهبه لله يا رسول الله. ولكن الحبيب الأعظم عندما علم حالهما وأنهما يتيمين وفقيرين دفع لهما ثمن مكان المسجد، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل في أرض المسجد. وكانت بعض قبور المشركين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رفات تلك القبور فنبشت وانتقلت إلى مكان آخر. وبدأ أصحاب رسول الله المهاجرون من مكة إلى المدينة والأنصار من المدينة يبنون مسجد رسول الله، ذلك المسجد المتواضع الذي بني الذي كانت عوارضه وعضائضه من النخيل، والذي سقف بورق النخيل بالجريد، ووضع له قليل من الطين، قليل من الطين الذي خلط بالماء. هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن فيه مراوح، ولم يكن فيه مكيفات، ولم يكن فيه سجاد، ولم يكن فيه أجهزة صوت، إلا أنه خرج رجالا قادت العالم، خرج رجالا سقادت مسيرة الأمة الإسلامية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد مع المهاجرين والأنصار يبنون مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ويرتجز: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهم يرتجزون ويبنون مسجده صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الذي ينظر إلى هذا الحال يعلم أهمية الصلاة والمسجد في الإسلام، يعلم أهمية بيوت الله في الإسلام. ألم يقل ربنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الخلف نحن الآن به، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو الغي أيها السادة؟ غي واد في جهنم تستعيذ منه جهنم في كل يوم 70 مرة. لمن أعده الله؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أقول للذين تركوا الصلاة والذين ضيعوها، سيدنا سعيد بن المسيب قال هذه الآية نزلت في أولئك الذين أخروا الصلاة، ليس في الذين تركوها بالكلية. لا يصلون الفجر ولا يصلون الظهر إلى قبيل العصر، والعصر إلى قبيل المغرب والعشاء، وهكذا. كم في مجتمعاتنا من هؤلاء الناس أيها السادة؟ كم في قرانا من المسلمين لا يدخلون المسجد إلا في يوم الجمعة؟ كم من المسلمين لا يدخلون المسجد إلا في صلاة العيد؟ كم من المسلمين لا يدخلون المساجد إلا في رمضان؟ فإذا انقضى شهر رمضان ودعوا المسجد إلى رمضان المقبل، وربما أدركهم رمضان المقبل ولكن في المقابر. أيها السادة الأفاضل، والله إن حال أمتنا عجيب. رسول الله يبني مسجدا بعد أسبوعين من قدومه إلى المدينة، وتجد بعض المسلمين يتخلف عن خطوات يخطوها إلى بيت الله تبارك وتعالى. وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم، ذلك الرجل الأعمى الضرير الذي لا يبصر بعينيه ولكن يبصر بقلبه، لما جاء إلى المصطفى وشكى له المدينة قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع،
وأنا أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أترخص لي؟ أجد رخصة في الصلاة في بيتي يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: أتسمع النداء؟ أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا أجد لك رخصة. أجب يا الله، لا أجد لك رخصة. سألتك بالله يا من أنت صحيحا في ذلك، صحيح، لست مريضا ولست أعمى ولست مشغولا ولست تملك شيئا من مشكلات الدنيا، وتسمع النداء ثم تعرض عن نداء الله. ما حالك إذا جئت يوم القيامة وجاء هذا الأعمى؟ قال: يا رب، أنا لم يجد لي رسول الله رخصة في ترك الصلاة في المسجد، وهذا صلى في بيته أو لم يصليها أبدا. ماذا سيكون حالك من حال هذا الأعمى؟ أيها السادة، لا بد لنا من صحوة، لا بد لنا من رجوع، لا بد لنا من تنبه. أقول هذا القول لكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعظمان على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما قال قائل: أيها السادة، إن دور المسجد دور مهم في الإسلام، ولكنني أصلي في بيتي. وانتهى. أقول لك أيها الأخ المبارك، اسمع إلى ما حدث مع الإمام القواريري، عبيد الله بن عمير القواريري، وهو شيخ الإمام البخاري. زاره يوم الضيف فقدم له العشاء، فانشغل بالضيف، ثم خرج الضيف، فخرج الإمام القواريري إلى مساجد البصرة فوجدها قد أغلقت كلها، لم يجد مسجدا يصلي فيه. فقال: أنا أعلم حديثا عن رسول الله أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة. هكذا قال رسول الله: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة، وفي رواية 25 درجة. تصلي في المسجد أو تصلي جماعة في أي مكان، جماعة لك 27 درجة. أما إذا صليت منفردا، وربما صلاتك منفردا لا تقبل، ورد في الأثر أن الله تعالى ينظر إلى المجتمعين في المسجد. قال: فينظر الله تعالى إلى صلاة الإمام. قال: فإذا صلحت صلاة الإمام قبل الله الصلاة بصلاح صلاة الإمام. قال: فإذا لم تصلح صلاة الإمام، كان مشغولا أو شاردا أو غير ذلك، فينظر الله تعالى إلى المأمومين، فإذا قبل صلاة رجل قبل صلاتهم جميعا بقبول صلاته. قال: فإذا نظر الله إلى صلاتهم جميعا، كلهم مشغول عنه، قال: نظر الله إلى صلاتهم فلم تصلح، قال: قبلهم الله لاجتماعهم في بيته، قبلهم لاجتماعهم في بيته، لأن الكريم لا يرد أحد. فهذا الإمام العظيم عاد إلى بيته وصلى العشاء 27 مرة عملا بحديث رسول الله. ثم نام تلك الليلة فرأى في الرؤيا أن القيامة قد قامت، وأن الناس على خيل مضمرة سريعة، وهو على خيل هزيل لا يستطيع أن يلحق الناس، وهو لا يعرف ما السبب. فمر به رجل يعرفه ونظر إليه، قال: يا قواريري، لا تتعب فلن تلحقنا. لن تلحقنا. قال له الإمام القواريري: لما؟ قال: نحن صلينا العشاء في جماعة وأنت صليتها منفردا، وأنت صليتها منفردا، مع أنه صلاها 27 مرة.
ولكن الصلاة في بيت الله تختلف، ولكن الصلاة مع الإمام تختلف. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام فكأنما قام الليل كله. واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى أمرنا بأمر فبدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعنا ولله أطعنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تبارك وتعالى عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وادعوا الله من قلوبكم بعد التوبة والإنابة. اللهم يا من يعلم حوائج السائلين، يا من يسمع ضمائر الصامتين، يا من لا يغضب من إلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك يا رب العالمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الذلات. اللهم إنا نحن المذنبون، نحن المقصرون، نحن المقصرون. اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا تعاملنا بتقصيرنا ولا تعاملنا بذنوبنا، عاملنا برحمتك، عاملنا بلطفك، عاملنا بإحسانك يا صاحب الإحسان يا الله يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.